السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم في القناة. بعد دنيا بعد الخروج ديالها من السجن كلشي كينتظر الخروج ديالها. دنيا فين غتسافر، اول وجهه ليها. دنيا بانت، الدنيا ما بانش. هانتوما خليكم معايا في الفيديو حتى الاخير وغتسمعوا اخر التفاصيل وفين غتمشي دنيا. وش نقول لكم، فعلا انه هاد المره دنيا كتحسب بالخطوات ديالها بالتدقيق، لانه صراحه بزاف الاغلاط كان داتهم، ولكن الواحد دائما فاش كيدير شي غلط داك الغلط كيتعلم منه، وكتكون عنده واحد التجربه في دوك الاغلاط. بحال دابا دوك الخرجات، دوك انه اي واحد قال عليها شي حاجه وتخرج تجاوبو، يعني داكشي صافي دنيا يعني ولات يعني نضجات. داكشي علاش دنيا انها قررت انه تغبر حتى يعني تتقاد الامور ديالها. وايضا الكباريات ما بقاش غتغني فيهم دنيا، لانه شحال هذه فاش كانت كتغني في المغرب في الكباريات، يعني حيتاش يعني كانت يعني ممنوع عليها السفر خارج المغرب، ولهذا اضطرت انه تخدم في اي بلاصه، لانها هي المعيل ديال العائله ديالها. دابا الكباريهات يعني ما بقاش تخدم فيهم فقط في الاعراس. بقات دير الاغاني ديالها دابا معها ناس كبار اللي غادي يوجهوها، لان كان شحال هذه كانوا الناس اللي كينهشوا فيها الطريق ديالها، يعني ما خلاو ما داروا معاها. وهاد المره الوجهه ديالها اللي غادي تكون اول حفل ليها غادي انا كنشوف، لان شفت بزاف ديال الناس كيحطوا على دنيا واول وجهه ليها. كنشوف انا بزاف ديال التعليق جاوب اللي كيقولوا من مصادر موثوقه او من مصادر مقربه لدنيا، لان الوجهه ديالها غتكون الخليج اللي بزاف ديال الناس كيقولوا كيفاش غتمشي للخارج ولا دات بناتها غادي يحيدوا من الطريق ديالها. بطبيعه الحال دنيا درست كل شيء، ودنيا راه معها والديها، معها عائلتها اللي مساندينها وعارفين الزوينه، ويعني الحاجه الزوينه ليها الحاجه الخايبه. يعني من طبيعه الحال ما غاديش تدي بناتها الا كاع مشات للخليج، غادي تمشي فقط للعمل وغترجع لبلادها. وإلا كاع خرجت مع بناتها اكيد غتخرج لشي بلد اخر من غير الخليج، لانه الطريق ديالها كيتسنى غير الفرصه باش انه تخرج بناتها. الله يخلي ليها بناتها يا ربي، والحمد لله على سلامتها ملي شافت بنياتها وشافوها بنياتها. يعني صراحه يعني الواحد يعني فاش كيوقع له شي مشكله ولا شي حاجه كيبقاو فيك الوليدات الصغار، اما الواحد فاش كيكون كبير يعني كيتحمل المسؤوليه ديال راسو. دوك الوليدات الصغار اللي ما عارفين والو ما عارفين شنو واقع. الوجهه ديال الدنيا او السفيره ديالها غتكون الى الخليج، لانه دابا مدير اعمالها خليجي، وغادي يكون كلشي مدروس. والمدير اعمال ديالها في المغرب هو اختها ابتسام اللي قالت انا هي مديره اعمال ديالها في المغرب والخليج، راه مدير اعمال كبير. الله يسهل عليها والله يسهل عليكم نتوما احبابي، اللي بغى شي حاجه شي زوينه لشي واحد الله يعطيها له يا ربي. وشكرا، السلام عليكم.